ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. لو حد اول مره يشوفني، انا اسمي سلمى، والمفروض السنه الجايه باذن الله ادخل تانية اسنان. النتيجه بتاعتنا لسه ما ظهرتش، وبصراحه بتاخر جامد قوي، فادعوا لي بقى لان كل ما الوقت بيعدي كل ما الخوف بيزيد، فادعوا لي. انا عملت الفيديو ده بس لمجرد ان احنا كلنا دلوقتي في اجازه تقريبا ما عدا ثانويه عامه، ومش لاقيين حاجه نعملها او مش عايزين الوقت يعدي او الثلاث شهور يعدوا من غير ما نعمل ولا حاجه. انا قبل ما اعمل الفيديو ده شفت فيديوهات كتير وناس كتير بتقول حاجات كتير، وفي ناس قاعده تقول هو انت مش مطلوب منك حاجه غير ان انت تنام وترتاح، وكل الكلام ده صح. بس مش معقوله انا هنام وارتاح 3 شهور كاملين، يعني ده هيبقى وقت ضايع كتير جدا جدا اقدر استغله في حاجات تانية، وكمان ساعه او ساعتين في اليوم ان انا استغلهم في حاجه مفيده مش هيأثروا في حاجه. يعني انا برضو هنام وارتاح، بس لو استفدت من اليوم كله ال 24 ساعه في ساعه او ساعتين كل يوم هيفرقوا بشكل جذري جدا، خصوصا لو انت في فتره الجامعه، لان احنا كلنا عارفين دلوقتي ان سوق العمل بقى متشبع من كل الكليات تقريبا، فاحنا محتاجين نجتهد شويتين ثلاثه عشان نعرف نلاقي شغل في المستقبل باذن الله. فهتبقى دي فرصه كويسه جدا 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 لاي حد في الجامعه اي مرحله عمريه، لان انا هقول حاجات مناسبه لينا كلنا يقدر ان هو ياخد منها حاجه او حاجتين يشتغل عليها وتفيده بشكل كبير جدا. فاتمنى ان الفيديو ده يفيدكم باذن الله. اول حاجه تقدر تعملها هي انك تحفظ قران. مش شرط انك تحفظ كميات كبيره خالص، صفحه او صفحتين كل يوم كافي جدا جدا. بس انا بصراحه كنت بعاني شويه في موضوع حفظ القران، ان انا كنت مش بعرف احفظ اللي هو من المصحف كده على طول، كنت بقعد اعاني كتير. يعني ممكن اقعد احفظ في سوره صغيره كم ايه اقعد احفظ فيها 3 4 ايام، فكان الموضوع بالنسبه لي معاناه. وبصراحه كان الحل عندي في ان انا كنت بشغل القران وانا مثلا خارجه من البيت، لان انا دايما الهاند فري في وداني وانا بره البيت. كنت بشغل قران سوره معينه، مثلا لو انا عايزه احفظها اشغلها وانا بره البيت بنظف مثلا حاجه في البيت، ودي كانت طريقه تحفه جدا خلتني احفظ صور كتير جدا في فتره اقصر ومن غير ما احس ان انا بعاني اللي هو انت بتحفظي قران. ودي كانت حاجه كمان من الحاجات اللي ساعدتني جدا ان انا ابطل اسمع اغاني يعني. تاني حاجه هي الرياضه. مش شرط انك تنزل جيم او تروح اي مكان، طالما انت تقدر تنزل جيم خلاص مفيش مشكله، انزل جيم او اشترك في نادي او ايا كان. معظم البنات مش بيعرفوا يشتركوا في جيم، او الحاله الماديه مثلا مش هتسمح ان انا اقدر انزل جيم، خلاص مفيش اي مشكله. تقدر ان انت تنزل تتمشى ربع ساعه او نص ساعه كل يوم، هتبقى كويس جدا، بس انت تعملها عاده مثلا اول ما تصحى من النوم او كده. لو مش هتقدر كمان او مش هتقدري تنزلي من البيت تتمشي او كده، في حل كويس جدا اسمه البيت، ان احنا معانا موبايل في ايدينا وعندنا بيت، فنقدر نحمل تطبيقات معينه زي تطبيق هوم ورك اوت، ده تطبيق للولاد، وتطبيق ورك اوت فور وومن، التطبيق ده للبنات. تقدروا بمنتهى السهوله تفتحوا التطبيق وتبتدوا تمارسوا معاه الرياضه من البيت. ثالث حاجه هي التطوع. انا بدات في موضوع التطوع ده من حوالي سنه، كنت اشتركت في جمعيه رساله، وبصراحه الموضوع مفيد جدا جدا جدا. طب مبدئيا ايه هي الاماكن اللي انا اقدر اتطوع معاها؟ هي جمعية رسالة، جمعية الأورمان، مصر الخير، صناع الحياة، والهلال الأحمر. دي الأماكن أو أمثلة يعني لأماكن تقدر تتطوع فيها. وطبعا كل مكان من دول بيبقى ليه فرع في المحافظة اللي أنت فيها، تقدر تروح لمكان الفرع وتبتدي إن أنت تسجل استمارة فيها اسمك وبتكتب فيها بياناتك، وتبتدي إن أنت تشترك معاهم في الأنشطة اللي هم بيعملوها. طبعا مجاني بشكل كامل، أنت هتروح تتطوع معاهم. أنا هستفيد إيه من التطوع؟ هتستفيد حاجات كتير جدا. مبدئيا هتستفيد مهارة الكوميونيكيشن سكيلز. لو انت متابع السوق دلوقتي وبتحضر مؤتمرات وكده، هتعرف ان الكوميونيكيشن سكيلز او مهارات التواصل من اهم المهارات اللي انت لازم تسعى ان انت تكتسبها دلوقتي. بتساعدك في سوق العمل بشكل كبير جدا، وان انت تعرف ازاي تتعامل مع الناس، وبتساعدك كمان في الورك بليس، يعني في اماكن العمل لما تشتغل في المستقبل. فهي دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه هي شبكه العلاقات. انت بتعمل شبكه علاقات كويسه جدا مع ناس كويسه جدا. تالت حاجه هي مهاره العمل الجماعي. من اهم الاسئله اللي بتسال لو حد راح عمل انترفيو، بيقوم سالك ايه هي مميزاتك مثلا او ايه هي نقاط القوه عندك، تقول لهم او تكتبها في السي في ان انا بعرف اشتغل في جماعه، او بعرف عندي مهاره ان انا اشتغل في جماعه. طيب ايه الدليل ان انت عندك مهاره الشغل في جماعه؟ ان انا كنت شغال في تيم اسمه او في جمعيه اسمها كذا، كنا شغالين مع بعض في تيم وبنعرف نعمل عمل جماعي وهكذا. فدول 3 مهارات هتكتسبهم، ده غير حاجات تانية كتير هتكتسبها من التطوع في الانشطه التطوعيه والمجتمعيه، وحاجات هتفيدك على المدى البعيد جدا جدا جدا. رابع حاجه هي انك تتعلم مهاره تجيب منها فلوس. طيب ايه هي المهارات اللي انا اقدر اجيب منها فلوس؟ ما تخافوش، مش هقول لكم البرمجه، انا عارفه اي حد يقول اي حاجه روح اتعلم برمجه،
انا اصلا بكره البرمجه، وعمري لو هتجيب لي ملايين انا ما بعرفش اتعامل مع البرمجه، فبالتالي عمري ما هحاول اتعلمها لان انا بجد بكرهها. خلاص انا كده خلاص مستقبلي انتهى. لا، في مهارات تانية كتير موجوده في السوق حاليا تقدر تتعلمها وتلاقي شغفك فيها وتجيب منها فلوس كويسه جدا. طيب ايه هي المهارات دي؟ اول حاجه هي الفيديو اديتنج او المونتاج، ان انت تعمل اديت او مونتاج لفيديوهات صناع محتوى او شركات معينه. دي مهارة كويسة جدا ومهمة جدا وبتجيب لك فلوس كويسة جدا، بس ان انت تتعلمها هتحتاج فترة شوية انك تتعلمها، وهتحتاج فترة اطول شوية انك تحترفها وتكون مميز فيها ويكون لك اسم فيها. بس بجد مهارة مفيدة جدا ومطلوبة جدا جدا في السوق حاليا. تاني حاجة انك تشتغل في السوشيال ميديا. ايوه، هشتغل ايه في السوشيال ميديا بقى؟ انك تمسك لشركة صفحاتها على السوشيال ميديا، او انك تمسك لصناع محتوى مثلا صفحاتهم على السوشيال ميديا. ده مهارة كويسة جدا وحاجة كويسة جدا تقدر تشتغلها وتجيب لك فلوس كويسة. او انك تعمل حسابات على السوشيال ميديا وتبيعها. كنت سمعت الموضوع ده وكان حد بيقول تقريبا بنبيع الاكونت اللي عليه 10,000 فولور بكام، فانا معرفش بالظبط تفاصيل الموضوع، بس ده حاجة موجودة فعلا انك تعمل اكونت وتحاول تنميها اكتر، وكل ما يزيد عدد الفولورز كل ما يزيد سعر الاكونت، فدي حاجة كمان تقدر تشتغل فيها. ثالث حاجة هي الكونتنت رايتنج، كتابة المحتوى، انك تكتب لشركات او لصناع محتوى. دي مهارة كويسة جدا وهتفيدك جدا، لان اصلا دلوقتي بقى في كمية مهولة من صناع المحتوى ومن الشركات اللي بتحتاج كتابة محتوى، فان انت لو اتعلمت المهارة دي وبقيت كويس فيها هتعرف تجيب منها فلوس كويسة. رابع حاجة هي الجرافيك ديزاين، تتعلم الفوتوشوب وتقدر تشتغل فريلانسر. مش معنى كلامي ان انت هتقدر تجيب من المهارات دي فلوس كمان يومين او 3، معنى كلامي ان انت تسعى ان انت تلاقي شغفك في مهارة من المهارات دول وتبتدي وتسعى ان انت تتعلمها. ممكن تجيب منها فلوس كمان شهر، كمان شهرين، كمان 3، كمان سنة. كله بيعتمد على شطارتك وعلى تعلمك وعلى المثابرة بتاعتك، لكن في الاخر انك تسعى انك تتعلم مهارة معينة حتى لو مش هتجيب منها فلوس. الموضوع ده مفيد جدا ليك قبل ما يكون لأي حد. رقم 5 انك تتعلم لغة. لو انت بتحب الاسباني روح اتعلم اسباني، لو انت بتحب الالماني روح اتعلم الماني. طيب مين اللي ليه الاولوية؟ الانجليزي بلا منازع. يعني انا في كلية في محافظة مصرية وفي جامعة حكومية وفي مدارس حكومية وفي مصر اللي هي دولة عربية، وكله عندنا بالانجلش. الفيزيكس والكيمستري بناخدهم بالانجلش، مع ان احنا كنا بناخدهم في ثانويه عامه بالعربي عادي، بس هناخدهم في الكليه بالانجلش. مش عشان احنا بننكر الهويه العربيه والكلام الكبير ده، عشان الانجليزي بقى هو اللغه السائده دلوقتي. انت لو دخلت على اي سيرش في اي مكان محترم هتلاقي كل المصادر بتاعته مكتوبه بالانجلش. ده عشان الانجليزي بقى هو اللغه الاشمل والاعم دلوقتي، واللي احنا نعرف نتواصل بيها كلنا مع كل دول العالم. فلازم لو انت مش بتعرف تجري حوار باللغه الانجليزيه او بتعرف تفهم اللي قدامك من غير ترجمه، لازم تسعى ان انت تحسن الانجليزي بتاعك وتبتدي تاخد كورس الانجليزي اللي انت مأجله من 2004 ده. سادس حاجه ان انت تاخد كورسات. مش شرط ان انت تاخد كورسات ان انت تنزل تاخد كورسات اوفلاين، عادي يعني في كورسات كتير جدا متاحه على الانترنت ببلاش وبتاخد منها شهادات. ايوه، اجيبها منين بقى الكورسات دي؟ من على منصات زي منصه رواق وادراك وكورسات وزادي، وفي منصه كمان اسمها ندرس. المنصات دي كلها هتلاقي عليها كورسات كويسه جدا في مجالات مختلفه كتيره جدا تأهلك لسوق العمل، وفي منهم اللي بيديك شهاده بعد ما تخلص الدورات دي. سابع حاجه انك تقرا كتب. انك تقرا صفحه واحده من كتاب كل يوم وتفهمها كويس وتستوعبها وتطبقها احسن بكتير من انك تقرا كتاب كل يوم وما انتش فاهم منه حاجه. القراءه مفيده على كل المجالات، بتحسسك بجد ان عقلك بيزداد نمو يوم بعد يوم، بجد بتثري عقلك بفوائد كتير جدا، وبتنمي عندك مهاره الصبر اللي احنا خلاص يعني ضاعت عندنا من كتر الريلز والشورتس. خلاص ما بقاش عندنا صبر على اي حاجه. بتنمي عندك المهاره دي ان انت تصبر على المعلومه، فالقراءه هتفيدك بشكل كبير جدا وبجد ممتعه جدا لو انت ربطتها بعاده انت بتحبها. يعني مثلا لو بتشرب قهوه الصبح هتبقى حاجه كويسه لو انت مثلا بتقرا جنبها 20 صفحه من كتاب مثلا، او بالليل قبل ما تنام بدل ما تمسك الموبايل تقلب فيه امسك مثلا الكتاب اقرا كام صفحه. الموضوع مفيد جدا 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 ومحتاج بس ان انت تجربه او تقرا الكتاب الصح. يعني مش لازم تقرا الكتب اللي الناس كلها عاجباها، او انا رحت رشحت لك كتاب والكتاب ده عاجبني فانا جيت رشحته لك فلازم يعجبك. ملهاش علاقه. اقرا الكتاب اللي انت تحبه بالطريقه اللي انت تحبها وان شاء الله هتستفيد من الموضوع يعني جدا. تامن حاجه هي البودكاست. انا البودكاست ده تقريبا اكتشفته من كام شهر، بس بجد كان كنز بالنسبه لي، لان انا زي ما قلت لكم ما بعرفش اخرج من البيت من غير الهاند فري، فان انا الاقي حاجه مفيده وممتعه ومسليه وفيها كمان ناس انا بحبها، زي مثلا ناس صناع محتوى كبار او ناس وصل حاجات انا نفسي اوصل لها، وانهم يقولوا مثلا قصه حياتهم وحاجات تفتح لك طرق كمان، وتروح انت بقى تسرش بعد ما هم يقولوا حاجه معينه تروح تبحث عنها وتلاقي طرق كتير اتفتحت لك. ده غير انك بتلاقيها في مجالات كتير جدا، مجالات سياسيه اجتماعيه دينيه ثقافيه. بتحس فعلا ان عقلك نور حرفيا. بجد عمري ما هبطل ارشحه لان هو
حرفيا اختراع. طيب لو حد ما يعرفش، لو موبايلك ايفون تقدر تسمعه من على ابل بودكاست، لو موبايلك اندرويد تقدر تسمعه من على جوجل بودكاست، او تقدر تسمعه من على تطبيق سبوتيفاي. تاسع واخر حاجه هي تفسير القران. دي حاجه انا شخصيا قررت اعملها الاجازه دي، وهي ان انا اقرا في تفسير القران. اكيد كلنا شفنا المصحف اللي هو بيبقى الصفحه نصها مقسوم القران في ناحيه والتفسير في نفس الصفحه قصاد بعض. اكيد كلكم عارفين المصحف ده، هاتوه واقرأوا في تفسير القرآن. حرفيا انت بتحس ان في لمبة في دماغك نورت. انك تعرف تفسير آية واحدة بس كل يوم هيفرق معاك بشكل انت مش متخيله. بس كده، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وقولوا لي بقى في الكومنتس انتوا هتعملوا ايه من الحاجات الكتير دي.